الزمالك ينهي أسهل مباراة في الدوري برعونة واستهتار من لاعبيه ومن اخواننا الفينا، بالأخص بالفوز 2-0 فقط على نادي الإسماعيلي. مباراة سهلة، بس قبل ما نتكلم على الماتش نخش على اخوانا الفينا. نعرف يا اسطى ان جدتك توفت، فانت تاخد الشنطة وتروح تعزي وتيجي تفش غليلك في محمد الشناوي، لان انا سامع كلام كده انه ليه يد في الموضوع ده. فانت تروح، انت كده كده بره ماتش الجونة، تيجي تفش غليلك في محمد الشناوي لما تيجي. شوبير خش قبل برضو، نخش في اللي معلم شوبير. وشوبير بقول لك كنت متفائل خير بالحكام الموسم ده، هو مش نفع مع اللعيبه ولا نفع مع الصفقات. فتعالى نخش يا اسطى على الحكام. بعد الحكام الرابطه واتحاد الكوره، فخلينا بقى نخش على الحكام الاول، يمكن تدينا فوز كده ماشي بيه رقنا كده وننفع. خلاص بقينا في ال16، خلينا نرجع تاني لل15 والحاجات دي. الزمالك ده فوز يا جدعان، سهل سهل بطريقة عجيبة. فوز سكور يعني، مش فوز يعني، الفوز كده كده اتحقق. كان سكور يتحقق على الفريق ضعيف، فريق جمهور الاهلي بقول لك بيفوت لنادي الزمالك يا اسطى. ده اللعيبه بتغل وبتخش تكسر، واللي بيجيب الواد الفينا من ورا كده من غير كوره، والحكم الغير الضلالي الغير امين، ولا هو هنا ولا هو هناك. للمباراة التانية الحكم ما يحسبش ضربات جزاء للزمالك، والفار هو اللي يرجعها عشان تبقى باينة للأعمى. ولولا كده مش كان هتتحاسب. احنا من غير الفار يا جدعان مش عارف احنا كنا عايشين ازاي. اه والله ما عارفين كنا هنعيش ازاي في وسط العالم دي، الغير امين والضلالي والعالم مش عارف ايه الحكام دي. لا يا جدعان، خلي عندكم شوية من الاحمر كده، مش الاحمر بتاع الاهلي، اللي هو الاحمر التاني. خلي عندكم منه شوية، اللي عنده من الاحمر ده احسن من اللي عنده عزبة يا جدعان. الزمالك بقولك ماتش سيء جدا بدون منازع. مفيش غير عبد الله السعيد هو الوحيد. ادم كايد بيشلنا كده واحنا قاعدين، بتشل كده الجماهير وانت قاعد بطيء بطريقه. بس مش عارف، في حاجه غريبه فيك يا ادم، فيك حاجه غريبه. معالي اللاعب المغربي الصاعد الواعد، الحياه النظيفه، الكره النظيفه كده، الحياه الحلوه اللي تمتعك. آه الحاجة الوحيدة بس الحسنة الوحيدة اللي هناخدها في ماتش الجونة في غياب اخوانا الفينا الانذارات، ان احنا ممكن 90% فيريرا يمن علينا ويلعبه هو جناح مكان الفينا. حاجة فخمة كده، حاجة فخمة، عيل فخم في نفسه كده. يلا مش هطول عليكم، هنرجع بحاجات كتير في الفيديو الجاي.